السلام عليكم. أسعد الله مساء الجميع بكل خير. تصريح السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمام وسائل الإعلام في حلقة الأمس أو ليلة أمس 2 ماي 2026. طبعا تدخلات كانت فيها رسائل عديدة، من بينها رسائل للداخل والمسار الذي تسلكه الجزائر، الإصلاحات التي انطلقت فيها، سواء كان تعلق الأمر بالإصلاحات على المستوى القانوني أو على المستوى المؤسساتي، وإصلاح كذلك الشؤون الجانب الاجتماعي وغيرها من القضايا التي تهم الداخل. ثم بعد ذلك قضية الأحداث الأخيرة التي حدثت في بالي، وأن الجزائر دائما تدفع في الاتجاه الذي يخدم وحدة دولة مالي، وأن الجزائر مستعدة دائما لكي تساهم في استقرار دولة مالي. ويبقى اتفاق الجزائر هو الحاضنة التي استطاع من خلالها أو استطاعت من خلالها دولة مالي أن تعيد الأمن والاستقرار والتفاهم والتوافق. أعتقد أن الرسائل التي وجهها رئيس الجمهورية في ندوته الصحفية كانت على هذا المسار. وحسب رأينا نحن فإن، وأعتقد هذه الكلمة سبق وصرح بها السيد وزير الخارجية أحمد عطاف، بأن الإخوة في مالي سيعودون في يوم ما إلى اتفاق الجزائر. ونحن نعلم أن المشهد في مالي من يقف وراء إرباك الوضع ومحاولة إقصاء قطاعات واسعة من المجتمع المالي. أعتقد هي أيادي تعمل لصالح الصهيونية العالمية، وتعمل لصالح مشروع دولة التبعية والتواصل الاستعماري. طبعا هذا المشروع وتدخلات الصهيونية العالمية ممولة من طرف أموال دولة معينة، واعتقد أن هذه الدولة هي التي، كما أشرنا في الحلقة السابقة، هي التي تلقت الأوامر بأن تنسحب من منظمة الأوبك والأوبك بلس. والسيد رئيس الجمهورية في هذه النقطة قال لا حدث، وقال بأن المحور أو العمود الأساس في منظمة الأوبك على مستوى الدول العربية هي المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما قال رئيس الجمهورية، حتى أنه قال انتهى الخطاب وطوي الكتاب، بمعنى حتى خروج هذه الدولة أو إعلان خروج هذه الدولة من منظمة الأوبك ومنظمة أوبك بلس إنما يدخل ضمن مشروع الهدم والتفكيك وإعادة التشكيل الذي تتبناه الصهيونية العالمية والولايات المتحدة الأمريكية. وسبق للساسة الأمريكان أن تطرقوا، وعلى رأسهم الرئيس ترامب، تطرقوا إلى هذا الموضوع واعتبروا أن منظمة الأوبك منظمة تتحكم في موازين الطاقة. ولكن نحن نعلم أن هذه المنظمة لها تاريخ عريق،
وكما قلنا في الحلقة السابقة أن منظمة الأوبك أو منظمة الأوبك بلس تراهن دائما على خلق نوع من التوازن بين المستهلكين والمنتجين. إذن الوضع في مالي هو بكل مؤشراته هو صناعة لأطراف. هذه الأطراف لا يهمها استقرار مالي ولا يهمها استقرار الساحل، وهذه الأطراف طبعا سواء كانت دول أو أموال موظفة تعمل على زعزعة الاستقرار على الحدود الجزائرية. لكن مشروع الجزائر الحالي والذي يسير بخطى ثابتة هو إعادة إفريقيا إلى الواجهة، وإعادة إفريقيا إلى الريادة، إعادة إفريقيا من خلال ما تملك من قدرات بشرية واقتصادية ومالية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.